فؤاد غيجي ويسلم عليهم ويبارك لهم. ياسمين حزينه حيت كانت ظنات ان فؤاد تخلى عليها، ولكن فؤاد قال لها انه ضبب على خدمه من الدار وغيبقى ديما معاها، وبلي عرض عليها في خرجه هو وياها باش يهضروا. عمر غيشكر عمو قدام كلشي وغيقول لهم انه وصل للنجاح في حياته بفضل عمو نعمان اللي عاملو ديما بحال ولد من ولادو، ونعمان غيتاثر ويبكي. وعمر غيشكر تا عكيف اللي ديما كان كيحل لهم مشاكلهم، وعكيف تاثر بهضره عمر. عمر وسوسن غيبقاو يتغزلوا ببعضياتهم، وسوسن غتبقى تمدح في عمر بانه شاب ذكي وفيه جميع المواصفات الزوينه. سفيان غيجي يقطع عليهم اللحظه الرومانسيه ديالهم حيت نصب سطامو، وغيبقى يضحك معاهم ومن بعد غيمشي. عكيف حزين ومتاثر بكلام عمر اللي قال فيه انه عكيف بحال الاب ديالو وديما كيحل لهم مشاكلهم. عكيف غيقول سلمى انه جاه تانيب الضمير وقرر يمشي يسلم راسو البوليس ويعترف لهم بانه هو اللي قتل الاب عمر. وعكيف غيمشي للكوميساريو وغيعترف لهم بجرائمه كامله وغيشدوه البوليس. سلمى غتجي توادع مع عكيف بالبكا وقالت ليه علاش سلمتي راسك من بعد هاد السنين كامله. وعكيف قال لها انه ما بقاش قادر يعيش بتانيب الضمير وانه بغى يولي راجل مزيان ويتعاقب على جرائمه، وغيقول لها ترد البال لولدهم وغيعطيها الخاتم وغتكون لحظه حزينه بيناتهم. عمر وسوسن ولدوا بنت امل ولات كاتبه مشهوره وصحابها فرحوا لها وكتب الكتاب باسم صحابها كاملين وسمته اخوتي. عمر غيعنق اختو امل وكلشي كيبارك لها، وعمر حس بالفخر من ناحيه اختو. ومن بعد غياخدوا صوره مجموعين مع بعضياتهم وغتكون هذه النهايه.